داع نعرفه حين يدعو مدعويه يعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحه وما يناسب كرمه وما تتسع له امكانياته. فكيف اذا كان الداعي هو الرب الذي يقدر على كل شيء؟ وما عندنا ينفد وما عند الله باق. لو سألك كل هؤلاء في ساحة رحمته، بل لو سألك كل المؤمنين بك في أرضك كلها، لو سألوك حوائجهم فأعطيتها لهم، ما نقص ذلك مما عندك يا رب إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وذلك أنك يا رب جواد، وأنك واجد، وأنك ماجد. عطاؤك كلام وعذابك كلام. إنما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون. تجلياتك يا رب على خلقك لتنظر هذه الضراعة الجليلة والعبودية الخاشعة ونعمة الذلة لك ونعمة العبودية لك، لأنها عبودية تعز العبد. فالعبودية من الخلق للخلق، عبودية تأخذ خير العبد للسيد، وعبوديتنا لك يا رب تعطينا خيرك يا سيد. يا رب يا رب يا رب، نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير، وما تشاء من أمر يكون. يا رحمة الله، يا رضوان الله، يا تجليات الله، هؤلاء خلق الله، فاهبطي عليهم بالإشراق وتنزلي عليهم بالصفاء وأرجعيهم مأجورين مغفورا لهم مجبورين مجابين الدعاء لهم ولآلهم ولأزواجهم ولذرياتهم ولأحبابهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. يا ربي، إن رسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم ليعطينا لا حفاوة البشر بالبشر، ولكن حفاوة الملائكة في ملائها الأعلى. يعطينا حفاوة الملائكة وهم مخلوقون لله ونحن مخلوقون لله. إذن هي تحايا مخلوق لمخلوق. انظروا إليها أيها القوم كيف يصورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ملائكة الله في عليائها وفي صفائها وفي طهرها وفي عبوديتها المكرمة، هؤلاء جميعا يتلقون إقبال الحجاج بالمصافحة، ولكنهم يتلقون الماشين بالعناق. انظروا كيف يجازي الله على قدر المشقة. انظروا كيف لا تضيع حركة من حركات الإنسان في رضاء الله عند الله. ما أعظم ما نشهد وما أجمل ما نرى. أهو الجلال يكفيه الخشوع وتكفيه الذلة؟ أهو الجمال يكفيه الإشراق والبهاء؟ أم هو المزيد من الجلال والجمال؟ يذكر الناس هؤلاء ذنوبهم فيخشون ويخافون، ويذكرون رحمة ربهم فيفرحون. هنا وفي هذا المكان يمتزج الجمال بالجلال. سبحانك يا ربي، ولا تقال إلا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهي لست بإله استحدثناه، ولا برب اتبعناه، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك، ولا أعانك أحد على خلقنا فنشركه فيك. سبحانك سبحانك سبحانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له، وحظ جميع أركان الإسلام من الحج أن الصلاة لها منه ذلك الحظ. نتوجه إلى بيتك كل صلاة، فهذا هو البيت رأيناه رؤيا العين، وطفنا جميع جهاته، واستلمنا حجره الأسود ليشهد لنا يوم لقاء. وأما حظ الزكاة فإن فيها البذل، وفيها السخاء، وفيها الأريحية، وفيها السد ليطعم الناس وليطعم الفقراء والمساكين. أما حظ الصوم من الحج فإنك يا ربي جعلت على المحرم محظورات، هذه المحظورات مباحة مع غير الإحرام، ولكنه ساعة يحرم تحرم عليه، وذلك لون من الإمساك، من الإمساك عما أحل الله. فكأن ركن الحج يا ربي ركن جمعت فيه الأركان مرموزا إليها وممثلة فيه. لهذا يا ربي كان جزاؤك عليه أن يخرج الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك يا ربي حين تكلف خلقك تكلفهم بالفعل، ثم تترك لهم حرية الزمان، وقد تكلفهم بالفعل وتترك لهم حرية المكان. ولكن الحج هو الركن الوحيد الذي اجتمع فيه الأمر بالفعل والنهي عن المحظورات في زمان مخصوص ومكان مخصوص. لذلك كان جزاؤك عليه يا ربي خير ما تجازي به عبادا جاءوك حرصا غبرا أوابين أواهين توابين دامعين خافقة قلوبهم واهنة أبدانهم، وهم لا يرجون إلا رحمتك، لا يرجون سواك، لأنه لا شريك لك. لبيك اللهم